يلا يلا قول ان شاء الله ونصر ولاد بلادي. يلا يلا قول ان شاء الله ونصر ولاد بلادي. شوفوا شوفوه خضرا وحمرا هي جيبوا الطبل والنفار دقوا في دار بدار. جامعة الماء يلا حرق راقي فرح الدراري وبونو تما حارس المرمى حكيمي خفيف لاعب كبير زياش معلم لا ما نتكلم. يلا يلا قول ان شاء الله نصر ولاد بلادي. شوفوا شوفوه خضرا وحمرا هي جيبوا الطبل والنفار دقوا في دار بدار. أغنية جميلة حماسية في المؤدى ديالها، ودائما نتمنى كل خير للمنتخب الوطني في مونديال قطر. ايضا اشيد وارحب بكل مشاهدي ميديا بريس تي في على الملاحظه ديالكم، وان شاء الله سوف نعمل جاهدين على الادراج ديالها، لان الملاحظه ديالكم هي تسعدنا كثيرا، وسوف نعمل على تطبيقها في قادم الحلقات. بدايه ارحب بالاطار الوطني عبد الرحيم طالب اطار وطني وايضا مؤطر في مجموعه من الاكاديميات لمدربي الفئات السنيه، والكل تعرف الدور ديال المستقبل ديال كرة القدم هي هذه الفئات السنيه. مرحبا بك عبد الرحيم. شكرا على الاستضافه، شكرا على ميديا بريس، تحياتي للجمهور الكريم. بالطبع التكوين هو اهم شيء عند لاعب كرة القدم، لا من الناحيه النفسيه ولا من الناحيه البدنيه ولا التقنيه ولا التكتيكيه. اذا المؤطرين دائما هما اللي كيوجدوا لنا لاعبين اللي يقدروا يحملوا القميص الوطني ان شاء الله في المستقبل. نعم عبد الرحيم، خطوه واحده وسوف نكتب باحرف من ذهب كما كسبنا سنه 86 في مكسيكو، انجاز تاريخي بعد ما تاهلنا الى الدور الثاني. خطوه واحده تبعدنا على الدور الثاني ونوجدوا في الطريق ديالنا منتخب كندا. الكل تعرف منتخب كندا على الرغم من الهزيمتين فتبقى من الفرق الشابه للمؤدى ديالها التقني جيد جدا. ولما تنشهدوا مثلا غير المقابله اللي شرناها مع المنتخب الولايات المتحده الامريكيه واللي انهزمنا ب3 مقابل شيء في امريكا، وكان المدرب انذاك هو وحيد، كيفاش لقنوا لنا الامريكيين الدرس في كره القدم. وكندا ربحت المنتخب الولايات المتحده الامريكيه ذهابا وايابا. كيفاش تشوف منتخب كندا على ضوء نتيجتين امام بلجيكا وامام كرواتيا؟ الفريق الكندي يعني اشتغل منذ سنين نفس العمل اللي قامت به الولايات المتحده، الا هو تكوين عده لاعبين من عده الجنسيات. فكنشوفوا بان لاعبين من افريقيا، لاعبين من امريكا اللاتينيه دخلوا المعسكرات، تجنسوا واشتغلوا، والهدف الاساسي كان عندهم هو اولا التاهيل الى يعني قطر، دوله قطر، المشاركه في كاس العالم، وثانيا يظهروا بواحد الوجه مشرف. امريكا صحيح ان يعني البارح تاهلت على حساب ايران، كندا لم تكن تعول على الاقصاء، فتجربه اولا لان التظاهره عالميه ما يمكن نجيب واحد اللاعبين مبتدئين. صحيح انهم فازوا على امريكا ولكن ليست بالمعادله. فانا شفت المقابله اثنين، فريق الذي يحب يعني اللاعب عند الخصم، الضغط على عامل الكره عند الخصم، فريق التي يستغل المؤهلات البدنيه ديال اللاعبين المهاجمين ديالو، السرعه، وهما اشتغلوا كثير على تقويه العضلات ديال هاد اللاعبين، واستغلوا لا تونيسيتي ميسكولار ديال هاد اللاعبين. علاش؟ لان كره القدم الحديثه هي القوه والسرعه.
نربحوا الثنائيات ونكونوا اسرع من الخصم من ناحيه الدفاع والهجوميه، ولكن من الناحيه التكتيكيه عندهم مشكل كبير، الا هو من بعد ضياع اي كره في الهجوم تيكون واحد التشتت ذهني وعدم التركيز من الناحيه الدفاعيه. فهذا هو استغلته يعني في اخر مقابله في كرواتيا، وجدت 4 اصابات كانت تكون اكثر. المقابله الاولى نفس الشيء، رغم انكم ضغطوا ولكن الفعاليه لم تكن، النجاح لم تكن. هذا دائما داخل في نطاق التجربه. وبلجيكا جات فرصه واحده جلاتها وسدت الملعب، لان كره القدم مبنيه على فتح الملعب لما نملك الكره، ويعني تصغير الملعب في ضيع الكره. نعم. فهذا تيلقاو مشاكل ملي كتكون اون ديفونس باس، واحد البلوك با، لان ما عندهمش المساحات فين يديروا السرعه. فلذا ان شاء الله تنتمنى فرق. نعم. ومعنا المنتخب الكندي من الان تيوجدوا المنتخب ديالهم لكاس العالم اللي تكون 2026 مشاركه مع المكسيك ومع الولايات المتحده الامريكيه. من الان تيوجدوا المنتخب اللي غيكون في الاراضي ديالهم. صحيح، حتى امريكا لوبجيكتيف برومونديال هو يعني كاس العالم القادمه من بعد 4 سنوات، دونك تيخدموا على طويل المدى. فهذا بكل صراحه الناس كتخطط تخطيط، ما كتعلمش ضغط جماهيري، يعني ضغط اعلامي. ما تيبغوش النتائج الانيه، ولكن تيفكروا انهم يكونوا في قمه العطاء ديالهم بجميع النواحي التقنيه والتكتيكيه والنتائج في المقابله في كاس العالم يعني القادمه. نعم. ندوزو المنتخب الكندي، المنتخب المغربي اكيد بانه استعد بشكل كبير خاصة على المستوى الذهني، وكل تعرف وليد الركراكي انسان تواصلي، امانور دوم، كيفاش تتحدث مع اللاعبين ديالو، وايضا تيساعدوه بالخصوص بن محمود، لان بن محمود عنده واحد العلاقه قويه مع اللاعبين. اذا الدور الان ديال بن محمود وديال وليد هو باش يوصلوا ديك الفكره خاصه من الناحيه الذهنيه. بحكم تجاربي مع يعني مؤخرا في التكوين المستمر ديال الجامعه الملكيه المغربيه، وبهذه المناسبه كنشكر السي فوزي اللي خلق لنا كاف برو في المغرب، وكنا من اوائل المغاربه اللي افريقيا اللي حرزوا على الدبلوم هذا. وهذا الدبلوم كاف برو كان اول شيء فيه لم نتكلم على الموهبه البدنيه ولا التقنيه، ولكن تكلمنا كثيرا على التواصل، لا كومونيكاسيون. اذا جميع المدربين الان تعرفوا اشنو هو التواصل من الناحيه السيكولوجيه، من الناحيه البيداغوجيه، كيف تصل الرساله يعني اللاعب وتجعلوه في واحد لو كونتكست غير واحد الواقع كروي، ولكن يكون جاهز من الناحيه النفسيه. الركراكي انا كنعرفو كثير لان صديق ديالي، فالقوه ديالو هي يعني اعطاء الثقه للاعب، ولكن هذا اللاعب رغم انه يكون في الصعوبه جوار اون ديفيكولتي، فهو كيرجعو يعني الثقه اللي هو تيحتاجها. انا عجبني عده ديزانترفيو ديال السي الركراكي اللي تكلم على اللاعبين اللي ما نجحوش في المقابله الاولى بالفعل، فمنهم زلزولي، فقال بان اللاعب عنده والله 20 سنه 21 سنه غلط في بعض الكرات لانه يريد ان يعمل كل شيء فلم يعمل شيء. ولكن الدور ديالنا حنا كمؤطرين، لان المدرب اصلا هو مربي فالدور ديالو ولا السي محمود حتى امزيل ما نساوش الدور الفعال اللي كيقوم به زياده الطاقم كله. فدائما كره القدم تبنى داخل الملعب على قائد يعني وسط الملعب اللي هو سيس، لانه هو لو ريبريزونطون ديال الستاف تكنيك، ولكن المدرب يلعب القائد الاكبر، هو لو ليدرشيب. اذا كاين واحد التواصل بين الاثنين والميساج كدوز تري فاسيلمون اللاعبين. فاللاعب لما يكون مضغوط من الطاقم التقني فلا تنتظر منه يعني دي برويس تكنيكو تاكتيك، لان يكون تخوف من التغيير. فاذا كان المدرب يحميك في المشاكل او ديفيكولتي، اوتوماتيكمون كتعطي اكثر من الناحيه التقنيه، ولا سيما كما قال السي الركراكي بان زياش سيعطيك اكثر ما اعطى المدرب الاخرين، لانه يحس بالدفء. فكاين واحد ليتود ديال جميع اللاعبين المسيره ديالهم الكرويه التكوين ديالهم، ولكن كيف عاشوا عائليا. اوتوماتيك ملي كدير واحد ليتود بسيكولوجيك على اللاعب كتحس انه يريد ان يرتاح مع شخص ما. فلهذا كل لاعب الان تيعطوا الماكسيموم في المقابلات، لان كاين واحد الارتياح لا مع الطاقم التقني ولا حتى الجماهيري. بالفعل. تكلمتي على القوه التواصليه عند وليد الركراكي، نسمع الان لمقتطف من القوه ديال هذا المدرب في التواصل وايضا في الرد على الصحفيين. Donc, on est dans le groupe de la mort. Mais Kangoulha, moi, mon travail,
c'est de donner confiance au peuple marocain, mais c'est aussi de leur donner l'équilibre qu'à un moment donné خصهم يشجعوا الفرقه. علاش مره اخرى تقلقت انا في ندوه صحفيه؟ واش حنا خارجين من واحد ماتش اللي درنا التعادل مع les vice-champions du monde. Normalement, les supporters, ils doivent être heureux et fiers et dire on a une belle équipe nationale, on a tenu tête aux Croates, on a fait un bon match, on a joué contre une grande équipe, وغنشجعوهم وان شاء الله خير ولا ما كتبش غنقاتلوا معاهم وكل شيء. خرجنا كان خصنا نمشيو كان خصنا نديرو نو. هاد اللاعبين خصكم تشجعوهم. حنا المغاربه on est très émotionnellement, il nous faut de la confiance, il ne faut pas des doutes. Par exemple, un petit comme Abdel Zazouri, l'Itral, un autre ثقة ديالي, ça va être un très grand joueur. خصنا نعاونو، ما خصناش نقولوا شنو دار ولا لا، نعاونو ولديك. وملي غتدخل encore 15 minutes سير encore وتضيع الكره وماشي مشكل، الشعب معاك. ولا تجمعنا ديك لونيون ناسيونال اللي كنت باغي قبل لا كوب دي موند، باش ملي كنقول الكره غتضرب بوطو غتخرج ولا بوطو غتدخل، عندكم صحابكم راني حماق ولا كنقولها، ديك لي زون بوزيتيف نيجاتيف كيتلعبوا في كره. وان شاء الله ولا غدا مجموعين مع الجمهور واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. باكونت ولا كاينين كيقولوا ان شاء الله هذا راس لافوكا في الهضره وان شاء الله يخسر، باش في الاخر نقولوا ايوا كان فيك فهمات وعلاش حيدتوا هذا باش تجيبوا هذا. الكره غتضرب بوطو وغتخرج. حنا خدامين، الدراري خدامين وباغيين البلاد ديالهم كيتقاتلوا. انا كنقولها لكم وحنا معاكم وانتم معنا وحنا عارفينها، وان شاء الله غيكون خير. ثانك يو. المغرب الان خذ الطريق ديالو الحمد لله بنجاح، تصبح المدرب الاول اللي في كاس العالم حقق الفوز. وليد لما جاء المغرب كان عن طريق فوزي القجع. فوزي القجع كان عنده الشجاعه في واحد الظرف صعب جدا، وما بقاتناش على لا كوب دي موند الا شهرين، وغير وحيد اللي كان كل المغاربه باغيين يغيروه وجاب وليد. كيفاش هدد لهذا اللاعب؟ واش النجاحات ديالو مع فريق الوداد ولا مع فريق الفتح ولا البروفايل ديالو؟ اولا كنشكر جميع المملكه المغربيه لان هناك تعالت اصوات كلها ضد المدرب اللي سي وحيد، رغم انه نجح تقنيا ولكن تكتيكيا لم نكن نرتاح له، لان طريقه اللعب لم ترق ولم تستفيد منها المؤهلات البدنيه التقنيه الفرديه ديال اللاعبين. زياده اسمح لي يا عبد الرحيم، وحيد بدل ما يقارب ب 32 لاعب وعمره ما كانت عنده تشكيله ثابته يلعب بها. ملي كنشوف واحد المدرب كيبدل التشكيله الا عنده شكوك على اللاعبين فرديا وجماعيا. فلما تعالت الاصوات ديال الجمهور المغربي يعني عامه، زيد على الاطر التقنيه لان كل شيء كيعرف يتفرج، المغاربه عندهم واحد الحس تقني، فزياده على انه رفض المصالحه او غنتكلموا اكثر على العفو على بعض اللاعبين، فهنا خلق مشكل بينه وبين تواصلي بين يعني وسائل الاعلام، زياده على انه نكونوا صريحين سب الجمهور المغربي عبر بعض الفيديوهات، فلم يحترم الجمهور المغربي ولم يحترم شخصيته كمؤثر وكمدرب. فهذا كان الحزم، وكان هنا كما قلنا سي فوزي يعني خدا لا ديسيزيون بشجاعه اديكوات اي بيان سور، لان ما يمكنش شخص اخر ياخذ مدرب اهل الفريق الوطني ويجي انت تغيره من بعد. فخداها لانه كان عارف اش كيدير، عارف علاش، لان هاد اللاعبين هادو مطالبين يعني بالنتائج ولكن في واحد لو كونتكست يعني ارتياحي. فهذا المجيء ديال السير كراكي لانه تعرفوا نجح اولا مع الفريق الوداد، لما كنتكلموا على الوداد والرجاء ولا الجيش ولا فرق كبرى اوتوماتيكمون بحال كتدرب الفريق الوطني حكم تجاربي اللي كنت ضمن الطاقم التقني ديال الوداد. فالمجيء ديالو جا بطريقه بيداغوجيه جديده، جا في واحد المرحله اللي الفريق في العطاء ديالو كان جيد، خصو بعد اصلاح من الناحيه الهجوميه كالمجيء ديال زياش كزيد المزواري الحمد لله. فاللاعبين اللي كان خصهم يجيو يعطونا واحد الاعانه اضافيه. فلهذا زياده على الكومونيكاسيون، على التقرب مع اللاعبين، فهذه القوه ديال الطاقم التقني واللاعبين. نعم، تكلمتي يا عبد الرحيم على التواصل والكوميونيكاسيون وعلى الصحافه. في قطر هناك 19,000 اعلامي، وهذا رقم غير مسبوق.
اولا ميديا بريس تي في اللي كيتواجدوا فيها الزملاء ديالنا الاعزاء سي حسن فتيح، سي حسن الحريري، سي مصطفى طلال، وانتم ايضا دخلت فيها الخير على المنتخب الوطني. عشتوا الافراح ديال كره القدم الوطنيه وكنعيشوا معكم هذه الافراح اليوم في مونديال كاس العالم في دوله قطر. سعداء جدا بالمردود الطيب للفريق الوطني، الفوز ديالو المستحق على رقم 2 على مستوى العالم. منتخب بلجيكا قوه شخصيه استثنائيه العناصر الوطنيه، منتخب فخورين به. زروسنا اليوم تعامل مع المباراه بذكاء كبير، سواء كلاعبين، طاقم فني، طاقم طبي ايضا الذي اشتغل على تاهيل مجموعه من اللاعبين المؤثرين كحكيمي ونصير مزراوي وابو خلال. القيمه المضافه ايضا ديال بنك البدلاء كانت كبيره في هذه المباراه. ابو خلال وصابيري دخلوا في دوزيام ميطون، عطاو جوج ديال البيوتا. فخورين كثير، والفرحه فرحه كبيره بزاف هنا في قطر. من بين الجرائد اللي متابعه انتصارات ديال المنتخب الوطني، الكل تعرف جريده ليكيب من احسن كبريات الصحف العالميه. حتى في المونشيت ديالها حطات واحد المونشيت جميل جدا، ليزاس دو لاتلاس، وحطت ايضا ماروك اند هول. شوف كيفاش الصحافه تتلعب على الجمل باش تستقطب القراء ديالها. صحيح ليكيب كلشي كيعرف ليكيب. الا انسان كان في فرنسا والوزار يعني المقر ديال ليكيب تلقى واحد ما يفوق على 8 ديال لي زيطاج طوابق، وكل طابق مختص في رياضه ما. فلهذا كما قلتي في تظاهره عالميه كاس العالم اللي كتشوف ملايين والملايين ديال الجمهور، كيفاش غتجلب الانظار ولا النظره ديال الجمهور ديالها الا وتحط واحد يعني لو تيتر اللي اتيرون. ولا سيما ملي جبدت الاسود جبدت الرول، دونك راه الناس راه اوتوماتيكمون تبدلات، مشات الفريق الوطني. وعلى هامش بطوله العالم 2003 اللي كانت ديال العاب القوى في باريس، زرت المقر ديال الجريده كما قلتي 8 ديال الطوابق، كل طابق خاص بالعاب القوى، طابق بكره القدم، بالهوندبول، زعما ان باك جراوند ديال لي غران جورناليست اللي كاينين في ليكيب. نمشيو عن طريق فلاش باك ونشاهدوا ملخص ديال المغرب مع كندا 4-0.
واش تتذكر هذا المقابله؟ 2016 بالفعل 2016 كنت مع رونار بمراكش. كان الفريق الوطني المغربي فاز ب 4-0، فكان استعدادا لكاس العالم 2018. فكان زياد سجل اصابتين ضربه جزاء، زياد كاسيلا الاصابه الاولى وكان وراء ضربه الجزاء الثانيه، والعليوي كان سجل الفقره. فكان فريق قوي بكل صراحه، الذي لم يكن محظوظا في كاس العالم، يعني طاح في واحد الجروب طري ديفيسيل. ضيعنا الفرصه مع ايران وهي لعبت علينا ذهنيا. نفس الشيء ضد البرتغال، اصابه ديال رولاندو، ولكن كنا اقوى من ناحيه الانسجاميه التقنيه ضد اسبانيا، رغم تعسف ديال الحكم. نورمالمون كنا نفوزوا ب2-1 بالفعل. اذا درنا واحد الاحاطه، لكن المشاهد الكريم دائما عنده لي برونوستيك الى ربح المغرب، الى التعادل، الى ربحات بلجيكا كرواتيا. كيفاش بالنسبه لك عبد الرحيم الاختيارات ديالك؟ واش دائما نفس التشكيله اللي يلعب بها وليد هي اللي يدخل بها مثلا التشكيله ديال الشوط الثاني، ولا غادي يغير؟ انا كنظن ان المقابله هي مقابله صعبه، لان الفريق الخاص بغى يدخل مرتاح نفسانيا وبغى يمسح الصوره الغير جيده اللي في المقابله الاثنين. وكنعرفوا ان فريق اللي ما يكونش عنده هدف في المقابله كيلعب تري ريلاكس. فالاستدراجي اظن ان التغيير اللي غادي يقدر يكون ديال الحكيمي، لانه مصاب ما غاديش يغامر به في المقابلات الاخرى، لان لا ديبي ديشيرو او لا يعني الكونتراكتور تقدر تكون عندها الاشياء اللي غتضروا في المقابله الاخرى. وسط الميدان يمكن يغير، لان لاعب جاج الاصابه من صابيري يمكن يدخل في بلاصه املاح، لان املاح اللي بزاف انتقدوه، ولكن انا اظن بالنظره التقنيه انه يعني حنا ولفنا وسط ميدان هجومي. الان في قطر عنده وسط ميدان دفاعي، لان عندنا ب 4-1-4-1 هذوك لي دو ميليو تيران واحد تيكون متجانس مع الثاني مع المرابط. دونك الا خرج مرابط هو خصو يكون تما، الا خرج هو خص مرابط يغطي. كاين واحد تجانس، واحد دوغليسمون كوتي بالون ملي كيطلع زياش وكيطلع بوفال، خاصهم يغطيو على الاجنحه. فالدور ديالو كان افيكاس مي با سبيكتاكولير. فلهذا يمكن يقدر يتغير، لانه مقابلتين في اسبوع صعبه شويه عليه. يقدر يكون صبيري زيد على الهجوم، يقدر اللاعب اللي يسجل الاصابه الثانيه تنظن يقدر يعطي اون شونس في هذه المقابله هذه. زياده على راس الحربه يمكن يلعب الحمد لله. فهذو حنا يمكن تصورات وليس يعني كنطالبوا بها. فنورمالمون انا نوترينور ما تيبدلش الفرقه اللي كتربح الا في. نعم. اذا وليد الركراكي نجح باروع الكوتشينغ ديالو، خصوصا في الطريقه ديال التغيير. كما يقال وليد ولد ويكبر وينمو، وايضا يجتهد في اخراج المنتخب الوطني في احلى حلله، ونتمنى تكون نتيجه ديال منتخب كندا نتيجه جد طيبه باش نتاهلوا للمره الثانيه الى الدور الثاني. شكرا عبد الرحيم. كلمه اخيره. اولا اشكركم على الاستضافه، وثانيا اتمنى الفريق الوطني المغربي ان يفوز في هذا اللقاء، وتكون اول فريق وطني مغربي باطار وطني يحصل على اعلى نقطه، لان الفوز يعطينا 7 نقاط، اول مره في تاريخ كره القدم المغربيه وفي كاس العالم لفريق يعني مغربي. فالامنيه ديالي بالطبع نتاهلوا بو امبورت لا مانيير، ولكن خصنا ندوزوا، لان حرام الجمهور المغربي اللي ينتظر شنا كيفرح، لان كره القدم بكل صراحه النتيجه ديال الفوز على بلجيكا دارت واحد لا سوليداريتي اونتر ديال البوبل ماروكان. كلشي ولا سوليدار، كلشي ولا يبغي الفريق، كلشي يتناسى الهموم ديالو. فلهذا ان شاء الله بغينا نبقاو عايشين في هذا الفوز، وان شاء الله غادي نفوز. وكما قلتي الجمهور المغربي دائما تكون رائع في الاتجاه ديالو، حتى ان التشجيع ديالو لما كان تيصيح سير سير، هذه الجماهير العربيه قالت شنو هذه الكلمه السحريه سير، المغاربه هم اللي عارفين المكنون ديالها. كاينه في كره القدم كاين دو موتيفاسيون، وحده انترنسيك وحده اكسترنسيك. ما هو حافز داخلي هو اللاعب تيبغي يبرز، تيبغي يدافع القميص ديالو، تيبغي يوصل، والحافز الخارجي هو الجمهور.
الجمهور بزياده على المسائل الماديه وداك. فكنظن ان الجمهور المغربي يلعب الدور ديال الحافز الخارجي. فاوتوماتيك ملي كتدخل المقابله ما كتناسى جميع الاشياء، كتبقى ديك لا جينيروزيتي دون لي فور، كتعطي اكثر ما تملك من مخزون بدني، لان عقلك تكون متابع الجمهور. فهذا تنظن ان الى عطينا الميور جوور في مقابله بلجيكا، رغم ان تكلمنا كثير على اللاعبين، نعطوا الجمهور المغربي. بالفعل. شكرا عبد الرحيم على هذه الملاحظات القيمه والتكتيكيه. لكم تحيات امين نقي مخرج هذه الحلقه، ولفريق العمل ولكل المساهمين في حلقه اليوم. نضرب لكم غدا موعدا مع الزميل مصطفى طلال رفقة حميد الورقه، والحديث على المقابله والنتيجه النهائيه ديال المغرب مع كندا، وان شاء الله التاهل الى الدور الثاني.